السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت النهاردة بس يا جماعة أعمل طعم كده لإخواتنا في فلسطين. الله يرحمهم جميعا يا رب وانصرهم. وما النصر إلا من عند الله، ولا نملك لهم إلا الدعاء والإحساس بهم. يا رب ارحمهم برحمتك الواسعة. هنبدأ كده بس. هبدأ معايا كده. هعمل آه، هعمل البصل في الكبة. آه، معايا 2 كيلو لحمة مفروم. عملت حوالي كيلو ونص بصل، قسمته. عصقته نصه مع لحمة مفرومة. خدت كيلو لأن هعمل مكرونة بشاميل وهعمل جلاش ورز كبسة. وهتشوفوا معايا كده في الفيديو. هبدأ كده أعصج اللحمة. والله يا جماعة من أحسن العبادات عند ربنا سبحانه وتعالى إطعام الطعام. والله يا رب إن محتسبة عند ربنا سبحانه وتعالى. ما هو رياء مني، بس حبيت بس كده اللي انا مثلا يعني اوريكم بس كده اللي حابب يعمل حاجة ممكن بحاجة بسيطة، ممكن بكيلو لحمة بس. تفتكر اي حد قريب منك. قد ايه الحاجات دي يا جماعة، والله بتحوش شر كبير 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 قوي عن الواحد. وربنا يجعله دايما يا رب كده كلنا في ميزان حسناتنا. عصقت كده اللحمة وبعدين حطيت لها بقى بهارات لحمة وفلفل وتوم توم وبصل بودر وبابريكا وقرفة. وحطيت معلقتين دبس الرمان بيدولها طعم تاني خالص، ما تحطوش صلصة خالص. ضيت عصاكر اللحمة لحمة البشاميل. طبعا بقى برضو حطيت نفس البهارات. ومعصقتش اللحمة التانية، عملتها بس على ايدي كده وبهرتها وحطيتها في التلاجة شوية لحد بس ما اخلص البشاميل. طبعا في الوقت ده الكهرباء قطعت عندنا ساعتين. تمام. طريقتي في البشاميل بجيب علبة طعمة. وطبعا انا هعمل 3 اكياس مكرونة، لهم 3 مكعبات مرقة دجاج وعلبة جبنة طعمة وزبدية بس ما تكونش فيها مية. ومسكتهم طبعا ما كانش فيها كهرباء، عملتهم على ايدي بالمضرب اليدوي. وبدأت اسلق المكرونة يا جماعة ربع ساعة بس على النار، تمسك ساعتك كده. ربع ساعة على النار. واحط معلقة ملح كبيرة للمكرونة. انا عاوزة الاقلام بتاعتها مكرونة اقلام تفضل زي ما هي متماسكة. تمام. عشان المكرونة هتطلع معاكي بقى ما شاء الله الخرطة مسطرة يعني. وهتشوفوها في اخر الفيديو. تمام. يبقى انا جبت علبة جبنة طعمة، علبة زبادي، 3 مكعبات مرق الدجاج ودوبتهم حلو كويس قوي في شوية لبن سخنين. طبعا لكل كيس مكرونة رطل لبن. اللهم صل على النبي، 4 معالق دقيق هرميين. انا حطيت كده 12 معلقة وحطيت بقى ميكس زبدة على زيت على سمنة. اغلبي اهم حاجة الزبدة. ليه؟ المكرونة اما بتعملي البشاميل بزبدة بيبقى خفيف جدا معاكي، ومهما كلت من المكرونة ما بتتعبش منها. جربي الطريقة دي وان شاء الله تعجبك بإذن الله. بدأت بس كده ايه. ادي لون بس للدقيق. زودت بس شوية زيت. وهتشوفي معايا احلى بشاميل كريمي جوسي كده، الطعم حكاية يعني. فان شاء الله هيعجبكم باذن الله. تمام كده. طبعا ده كان جمعه، كان يوم جمعه، جمعه مباركه علينا. حبيت بس كده والله الكهرباء بصراحه انا بقيت فاتحه الشباك والبلكونه بس عشان الاضاءه وكده، لان قعدت معايا ساعتين على ما جت. هبدا كده بس اقلب البشاميل كويس قوي. آه، دي كانت بس معايا الزبدة كنت بفكها لأن كنت مطلعاها من التلاجة. وطبعا أنا بسيب المكرونة مش بقولك مش أكتر من ربع ساعة. تمام. والمكرونة بعد ما بتسلقيها بتصفاها من المية. أهم حاجة البشاميل اللي بيكون سخن، المكرونة سخنة. لأن لو المكرونة بردت منك هتكلكع منك، مش هتعرفي تفرديها مع البشاميل. تمام. وحطيت معايا 3 رطل لبن اهو. ودوبت بقى الجبنة زي ما انتوا شفتوا مع مرقة الدجاج مع الزبادي. وابدا احط نص معلقة فلفل واحط الملح بتاعها، بس ما تكتريش ملح لان انت حاطه مرقة دجاج اما تدوقها الاول وتظبط معاكي. تمام كده. المكرونة خلاص تقريبا كانت اتسلقت. ببدا اصفيها في المصفى واسيبها في الحلة تاني واغطي عليها. وكل حاجة كانت بتبقى معايا سخنة.
طبعا خدت جزء من البشاميل، دوبته كله في المكرونه. تمام، شفتي كل حاجه سخنه معايا ازاي. ومسكت بقى الصينيه دي مقاسها كبير، خدت معايا 3 اكياس مكرونه. دهنت كده بس زبده على سمنه، وحطيت طبقه مكرونه، وحطيت طبقه بشاميل. وبعدين حطيت اللحمه المفرومه. جربت عصقت في اللحمه دي. مش بتحط خالص. انا طبعا بحط فلفل الوان وفلفل عادي مع البصل وانا بفرمه في الكبه. وبحط بقى ايه معلقتين دبس الرمان بقى، بتبقى حكايه يعني. وبهارات لحمه بقى وفلفل، والبهارات اللي انت عارفاها، بابريكا بقى وحاجات وقرفه وحاجات من دي. تمام كده. هبدأ بقى ايه اعمل ايه. انا كده ظبطت المكرونه، حطيت طبقه لحمه، رجعت حطيت طبقه مكرونه، وحطيت طبقه بشاميل في الاخر، وحطيت بس ايه قطع كده زبده بسيطه. وحمرتها بقى عشان ايه، عشان الزبده بس ايه تبقى معايا كويسه. وش قصدي المكرونه يبقى معايا كويس. طبعا انا كان عندي نص كيلو رز بسمتي، ممكن تعملوا رز مصري. بس انا بخلي عملت لكم قبل كده في فيديو، بخلي النص كيلو كيلو او كيلو ونص، لان بعمل معاه شعريه وبعمل معاه لسان عصفور. تمام. هبدأ بس كده ايه اعمل جلاش باللحمه. قطعته كده زي ما انتوا شايفين، يعني الورقه قطعتها ل5 قطع بالعرض. وهبدأ اخد طبقه طبقه كده. وطبعا اللحمه ما بعصجهاش ولا حاجه، انا بسيبها كده بالخضار بتاعها. وبحط بقى ايه قطع جبنه رومي جديده، اهم حاجه تكون قطع جبنه رومي جديده. وبلفها رويال كده زي المحشي، وبدينا بقى ده ميكس زيت على زبده على سمنه. طبعا بيخلي طعمه حلو قوي قوي. وببدأ كده بس ايه الفه كويس. وعمل معايا 4 صواني، كميه حلوه قوي قوي. يعني الكيلو اللحمه عمل لي ورقتين جلاش اهو. ببدأ اوريلكم بس واحده واحده. وهبدأ بقى ايه احمر في الفرن. ده كان اول صينيه بس، لان انا كنت عاوزه اخلص كل الاكل مع بعضه. تمام كده. هبدأ اعمل بقى. طبعا انا نقعت الرز في ميه سخنه من الكتل لمده نص ساعه. تمام. ده كيس شعريه وكيس لسان عصفور، حمرته كويس قوي. طبعا انت بتحمريه في زيت كتير شويه، وبعدين طبعا مش بتحطي الزيت ده كله، بتشيلي بس شويه زيت كده. وحوالي نص كيلو جزر بشرطه. وبحط بهارات كبسه بقى، لومي وورق لوري وحاجات من دي. وبضيف بقى كاري وكركم وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وقرفة. الحاجات دي كلها بحطها معاه. ممكن بحط برضو شوية شطة. عاوزة تحط مرقة مكعب مرقة دجاج عادي. الرز ده يا جماعة ده رز مطاعم، مجرد ما بالطبخ لا بيبان فيه لسان عصفور ولا شعرية. وانا عملت لكم فيديو قبل كده. هسيبه بقى يستوى براحته كده. وخلاص بعد ما استوى اهو. بلت حوالي يدخل في ربع كيلو زبيب كده. بلته في شوية مية سخنين. وبعدين ايه غرفته بقى على الوش. عندك مكسرات براحتك يعني المتاح عندك. الرز حكاية، وقد ايه خفيف وطعمه جميل قوي والعيال بيحبوه. وطبعا يا جماعة احنا بنعمل احسن حاجة في اطعام الطعام ده. احلى حاجة انت بتاكلها تطلعيها. فالحاجة دي بتبقى خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل مننا جميعا والله. اللهم امين يا رب العالمين. ومعايا دمت 50 وجبة. انا كنت جايبة اطباق فبرة عادي. مش شرط تجيبي طبق لان الوجبات بتاخد اكل قليل شوية. فانا حبيت يعني ايه اللي انا اوسع الكمية شوية. اهي المكرونة بس اوريها لكم بس طالعة كده جميلة جميلة ما شاء الله، مظبوطة خالص وجوسي كده وطعمها حلو. وده بعد ما غرفت الاكل طبعا. عمر ابني ربنا يبارك فيه يا رب ساعدني. ودي صوابع الجلاش طالعة جميلة، والرز اللي انا عملته. وطبعا بقى عندك فاكهة هتحطها برضو في اكياس. قد ايه الاكل كان فيه بركة والكل كل منه. والف هنا من اللي كل حاجة. اسعد اي حد يعني لو بكلمة. والله ما شاء الله هتشوف البركة والخير في بيتك ازاي. وبدأت كده اكيس بقى الفاكهة. برتقان مع تفاح. عندك بقى اي فاكهة بقى براحتك خالص يعني. المتاح عندك واللي انت قادرة عليه. والله يا جماعة لو بنص كيلو لحمة وهتعمل 5 وجبات وتطلعيهم لله. قد ايه قد ايه الحاجات دي جميلة جدا جدا. ويا رب كده يفرج همومنا جميعا يا رب. وخالصها لوجه الله لاخواننا في فلسطين على روحهم يا رب. ومع السلامة، وانتظرون ان شاء الله في فيديو جديد.